عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. بما انه العيد قرب كنحتاجوا شي حاجه باش نفطروا الصباح، وجبت لكم واحد الكيكه كتجي غزاله وبطريقه زوينه. نبداو على بركه الله بلا ما نطول عليكم. غنحتاجوا الكيكه، بودر كاكاو يكون من نوعيه زوينه جيده، عندنا رابعه ديال الدقيق يكون من نوعيه جيده حتى هو، عندنا تقريبا 150 غرام ديال السنيده، خماره، واحد فاني، جوج بيضات، كاس كبير ديال العنبه ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت. كنجيب واحد البول كنديروا فيه جوج بيضات ها هما، كنضيفوا عليهم نصف الكميه ديال السكر سنيده وسكر حبيبات. كنجيبوا الباتور كنبداو نطربوا فيه واحد شويه، من بعد كندير واحد فاني وكنطرب مزيان، ونصف الكميه الاخرى كنبقى نزيدها وانا كنطرب باش نطلع واحد لاباغاي زوينه، باش كتجيني كيكه زوينه وطالعه ومفشفشه طباعه. هانتوما شوفوا الخليط اللي حصلت عليه. دابا انا كنخلط بالباتور، كنبقى نضيف الزيت بشويه بشويه، واخا كميه قليله ديال الزيت كنضيفها بشويه بشويه بحال هكا. هانتوما كنضيف فيها بشويه بشويه، وانا كنضيف فيها كنلاحظ بان داك الخليط ديالي كيبدا كيعقاد كيتقال. هانتوما شوفوا كنضيف نصف الكميه الاخرى وانا كنخلط، والخليط كيزيد يتقال. صافي غنزيد الكميه اللي باقا، ها هو واحد شويه انا ضفتو، غير نصف كاس ديال الزيت يطلع كيكه زوينه. دابا من بعد غنضيف الحليب بشويه، ما غنخلطوش بزاف. هانتوما كنخلط بالزربه صافي وغنحبس، ما نطربوش بزاف صافي، وغنحبس باش ما طيحش ليا لاباغاي اللي طلعت. دابا غنضيف دقيق نصف الكميه وغنطربها، ومن بعد غنضيف نصف الكميه الاخرى. خدموا بهاد لا ميثود اللي عطيتكم، كتجي كيكه خطيره. هانتوما شوفوا دابا غنضيف نصف الكميه الاخرى كامله، وغنزيد واحد خماره وحده وهي صافي، وغنطرب بالباتور او بالطرب الكهربائي. هانتوما صافي، ها هو الخليط، شوف كيف جاني. غنحاول نجمع دوك الجوانب ديالو حيت باقي فيهم لاصق فيهم الدقيق، ونطرب واحد شويه. هانتوما صافي. دابا غنجيب واحد باسواغ ولا صفايه وغندير فيها معلقه ديال بودر كاكاو، ها هو صافي. دوك الحبيبات كنحيدهم. دابا غنخلط ثاني بالضراب، صافي. انا ها هو الخليط اللي حصلت عليه، شوفوا كيفاش داير. شو كيكه كي جات لاباغاي ديالها، ستكون بحال هكا، ما ثقيله ما خفيفه بحال هكا. دابا غنجيب المول العجيب، ها هو المول اللي كيكون مهزوز من الوسط، دهنتو كامل بالزبده شتيه. ودابا غنخوي فيه الخليط اللي صيبت ديال الكيك صافي. من بعد كناخد لاطه ديال الكيكه. الفران خاصو يكون سخون على درجه حراره 160 درجه، يكون فران شاعل غير من التحت. المده ديال الطهي كتراوح ما بين 35 دقيقه حتى 40 دقيقه. دابا غندوزو للطريقه ديال الصوص اللي غنحتاجو باش نزينو الكيك. غنحتاجو 2 معالق كبار ديال بودر كاكاو يكونوا مغربلين، ها هما. وبودر كاكاو كما كنقول دائما يكون من نوعيه جيده.
باش ديك الصوص تكون بواحد النكهه زوينه. غنزيد عليها 3 المعالق ديال السكر سنيده او السكر حبيبات، وغنزيد الحليب نصف ليطره ديال الحليب. وهنا واحد المكون ما بينتوش نسيت ما حطيتوش، مايزينا 2 معالق كبار ديال مايزينا، هما غنوريهم لكم هنايا. هما 2 معالق كبار ديال مايزينا. من بعد كناخذ واحد معلقه وكنخلط كل شيء مزيان. خاصك تخلط قبل ما تحطهم على النار، قبل ما تحطهم باش يطيبوا. خلط المكونات كاملين مزيان، ومن الاحسن ديرهم دوزهم في شي باسواغ، صفيهم عاد خدمهم. انا هنايا حيت غنبقى حاطاهم وانا كنحرك ما نحبسش من التحراك. علاش؟ باش ما يتكتلش ليا لاصوص، ما تعقدش ليا، خاصها تجي زوينه. ها نتوما شوفوا تكون عندي واحد الطبقه بيضه من الفوق. هنا كيبان ليا بانها بدات كطيب، واحد شويه غتختفي ديك الطبقه ما غتبقاش تبان. ها نتوما وانا دائما كنبقى نحرك. ها نتوما شوفوا غنبقى نحرك بحال هكا. وانا هاد الخليط انا حاطاه فوق نار مهيله ما مجهداهاش، واخا غتاخذ منكم الوقت فوق من 13 دقيقه بحال هكا كنتو مخدامين فيها، ولكن باش تجي زوينه. ها هي من بعد ما طابت، ها هي صافي. ها هي شوف كيفاش جات الصوص. دابا غنضيف ليها 100 غرام تقريبا ديال الشوكولات، ونبقى نخلط فيها صافي حتى كيندمج الشوكولات معها حتى كيذوب تماما. من الاحسن الشوكولات ما تضيفوش على العافيه، تتحيدوا الخليط من العافيه عاد ديروا الشوكولات. ها نتوما شوفوا الكيكه كيفاش جات غزاله ومفشفشه. ما نقولش لكم كيفاش الا صيبتوا الكيكه بهذه الطريقه اللي وريتكم راه كتجي غزاله. الا درتوا الطريقه ديالكم سقيوها، انا ما غنسقيهاش حيت اصلا هي رطبه، هي غنخوي عليها الصوص راه جات رطبه وزوينه. ها هي الصوص صافي واجده. دابا غنضيفها غنخويها من الفوق. هانتوما شوفوا الصوص باقا سخونه صافي. هانتوما كيكه دابا راها باقا سخونه. غنحاول نزينها من الفوق ونحطها حتى تبرد شويه عاد نقطعوها. وليت تزين انا درت لي فيلي داموند، اللي ما عندوش رقائق اللوز يمكن له يستعمل كوكو الا كاين، ينشو من الفوق اي حاجه يديرها يزين بها ماشي مشكل. ها هما درت رقائق ديال اللوز لي فيلي داموند باش غنزين الكيك. هانتوما شوفوا كيفاش جات رائعه. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش دائما كيف ما كنقول لكم لي كومونط الزوينين ديالكم، وشكرا على حسن المتابعه. وما تنسوش حتى لي لايك تا هما. ها هي كيكه من بعد ما بردات، ما خليتهاش بردات بزاف حيت كان خاصني نكمل تصوير الفيديو. ها هي قطعتها شوفوا كيفاش جات، راه جات غزاله ما نعاودش لكم كيفاش جات البنه ديالها. ولا جربتوها انا ما غتندموش والله، راه شي حاجه زوينه. شوفوا كيفاش جات كيكه فيها خماره وحده، وشوفوا قداش جات 2 بيضات ونص كاس ديال الزيت، يعني اقتصاديه ورائعه. هانتوما شوف شي كيكه قداش جات غزاله. ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا على حسن المتابعه، وكنتمنى لكم شهيه طيبه. دمتم بخير والى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله.